دي مش نجريسكو ولا مكرونه بالبشاميل، دي بقى احلى من الاتنين. بصوا بقى الجمال والعظمه اللي بتحصل دلوقتي. ايه الجمدان ده؟ ايه الجمدان ده؟ بص 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 بص. الله اكبر الله اكبر. وعشان نعمل الصينيه الجميله الحلوه بتاعتنا دي هنحتاج كيلو من صدور الفراخ المخليه او كيلو من البانيه. بقطعه لمكعبات، يعني مش صغيره او مش تخينه قوي. ببهرها بشويه فلفل اسود وملح وبهارات فراخ ونص معلقه بابريكا، نص معلقه بصل بودره ونص معلقه توم بودره، ومعلقه كبيره من دبس الرمان ده اختياري، معلقتين من زيت الزيتون، وبقلبها كويس وبشيلها على جنب. بعد كده بقى هنجيب البطاطس بعد ما قشرناها. انا تقريبا عامله كيلو وربع بطاطس عشان انا هعمل صينيه كبيره شويه تكفي من 5 ل6 افراد. بقطع البطاطس لمكعبات برضو مش صغيره قوي مش كبيره قوي، يعني حجم تقطيعه البطاطس هيبقى نفس حجم تقطيعه الفراخ. ببهرها بشويه من بهارات البطاطس لو متوفره، مش متوفره خلاص بحط شويه ملح ورشه زيت وهقليها في الاير فراير اهو، احمرها في الاير فراير. تقدري تحمريها في الزيت عادي او تدخليها الفرن مفيش اي مشكله. انا حطيتها في الاير فراير على حراره 200 لمده من 30 ل 35 دقيقه. بعد كده باجي في طاسه بخد زيت بسيطه كده، بنزل بقطع الفراخ تتصدم كويس، والطاسه طبعا بتكون سخنه كويس جدا. ما بقلبش الفراخ خالص الا لما تبتدي انها تتشوح وتتلسع من تحت كده لحد بقى ما تتحمر معايا. وبعد كده ممكن تحط لها فلفل الوان، ده اختياري اللي ممكن تستغني عنه. فص توم مفروم بيديها نكهه حلوه قوي. وبقلب تقليبه وهشيل بقى الفراخ دلوقتي احطها في صينيه تانية او في طبق تاني. وفي نفس الطاسه او في نفس الصينيه هحط 4 معالق كبار دقيق، عليهم 4 معالق كبار سمنه او زبده او زيت اللي متوفر عندك. الدقيق ياخد تحميصه معانا، بنزل عليه بقى باللبن الساقع. انا عندي كيلو وربع لبن، نزلت بكيلو وربع لبن كلهم تقريبا 5 كوبايات كبار. بنزل بيه تدريجيا مع التقليب لحد ما اوصل للقوام اللي هتشوفه دلوقتي. احنا عاوزين صوص بشاميل قوامه وسط، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. ببهره برشه فلفل ابيض او فلفل اسود، وطبعا نحط له معلقه ملح، وحطيت شويه جبنه موتزاريلا صغيرين قوي. واول ما يغلي كده يبقبق بقوم طافيه عليه النار بقى، وهو ده القوام المناسب. بجيب صينيه بحط البطاطس مع الفراخ المستويه وبقلبها كويس مع بعض. انا حسيت ان الصينيه دي هتبقى صغيره قوي والبشاميل هيقع منها، فنقلتها في صينيه اكبر شويه. بقلبهم كويس، وبعد كده بحط عليهم بقى 3 ارباع كميه صوص البشاميل الخفيف اللي احنا عملناه. وبقلبه تقليبه كده مع بعضه علشان الفراخ بعد التسويه تبقى كريميه كده وتبقى زي ما شفتوها في اول الفيديو. باقي بقى كميه الصوص بتاع البشاميل ربع الكميه بحطها على الوش. لو حابة هنا بقى تحطي على الوش حتة قشطة كده بلدي أو معلقة سمنة توزعيها وتدخليها الفرن تاخد لون. لو عايزة تقدمها لهم بقى كده ايه اكسترا جبنة كده زي ما احنا عاملينها بتبقى خطيرة قوي. حطيت على وشها شوية جبنة موتزاريلا. وبعد كده بدخلها الفرن الاول، مولعه الفرن من تحت على حراره 200 10 دقايق بالظبط. وبعد كده بطفي من تحت لان طبعا كل حاجه مستويه. وبولع الشوايه بس علشان الجبنه تسيح وتتحمر وتاخد معانا لون، وتطلع بقى بالجمال والعظمه دي كريميه وطعمها خطير. لو وصلت لحد هنا بقى سيبي لايك وكومنت جميل زيك، واشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.